هاي جايز، وهلا فيكم في فيديو جديد في قناة فاشن رانت. في هذا الفيديو راح نتكلم عن أفضل 12 فيلم من الأفلام اللي تتكلم عن الأزياء والموضة. واحد، فيلم كريزي ريتش ايجن سنة 2018. حقق الفيلم نجاح عالمي ضخم من خلال قصة تتكلم عن الثراء الفاحش، واللي تعتبر من قصص هوليوود الكلاسيكية المحببة. تظهر ممثلة كونستانس وو بدور ريتشل، واللي تكون صديقة أكثر الرجال الناجحين في سنغافورة نيك يونغ من تمثيل هنري جولدينغ، اللي تكتشف أن عائلته من أغنى أثرياء سنغافورة. تدخل حياة جديدة وتشوف أنماط حياة الأثرياء والمشاهير، اللي طبعا تظهر بالكثير والكثير من المجوهرات، الملابس والأزياء. يعتبر الفيلم من الأفلام القليلة بطاقم عمل آسيوي بالكامل، واللي يعتبر المجتمع الآسيوي من الأفلام اللي ساعدت على إبراز الفنانين الآسيويين في هوليوود. الأزياء في الفيلم مو مجرد ملابس فاخرة، لكنها قطع أزياء راقية أو أوت كوتور، واختيارات الملابس النادرة أحيانا والفخمة جدا لدرجة المبالغة بأسلوب الهاي فاشن أو الهاي ستايل. لترجمة عالم الثراء الفاحش اشتغلت مصممة ومنسقة أزياء الفيلم ماري فوت مع المخرج جون إم تشو لابتكار إطلالات مميزة تعلق في الذاكرة. اشتغلوا على رسم القصة المصورة لكل مشهد بعناية، مع الحرص على أن الملابس تتكلم وتعبر باستمرار عن المشاهد والحبكة. من الكتان الأبيض اللي يلبسه نيك يونغ والبدلة المصممة على طراز جاي جاتسبي، إلى خزانة ملابس أكوافينا الذهبية المليانة بطبعات الحيوانات، الملابس الغريبة والجريئة نوعا ما. استعانت مصممة ومنسقة أزياء الفيلم بمساعدة مستشارة الموضة ورئيسة التحرير السابقة لمجلة إل ماليزيا أندريا وونغ للحصول على رأيها واستشاراتها بكل ما يخص الملابس النسائية، ومساعدة المصمم الماليزي راف تشو من خلال خبرته ونظرته الثاقبة لكل ما يخص الملابس الرجالية، بطريقة تبرز التراث الآسيوي من خلال لمسات بسيطة على الإطلالات بحيث تظهر بشكل محلي وثقافي أكثر. من أبرز إطلالات الفيلم هو فستان زفاف إيرمنتا، اللي كان عبارة عن بدلة ضيقة مع تنورة خارجية، وفستان ريتشل باللون الأزرق الباستيل من براند ماركيزا اللي ظهرت فيه وكأنها سندريلا. استعانت مصممة الأزياء بعلامات تجارية معروفة منها رالف لورين، بوتيغا وديور وبرادا، بالإضافة لمصممين آسيويين محليين كثير مثل كارفين أونغ، بالإضافة الإكسسوارات والمجوهرات الفاخرة من بولغاري وتشوبر. إذا تحبون نتكلم بالتفصيل عن أزياء الفيلم في فيديو منفصل اكتبوا لي تحت في التعليقات. 2. فيلم داون وذ لاف سنة 2003. يعتبر فيلم داون وذ لاف من أكثر الأفلام المميزة اللي تسلط الضوء على الأزياء الجميلة في فترة الستينيات، اللي برأيي الشخصي يعتبرها من أفضل فترات الأزياء والموضة. الفيلم كوميدي رومانسي تدور أحداثها سنة 1962، يحكي عن وسائل الإعلام الإخبارية في الستينيات بشكل ساخر، بالأخص قصة باربرا نوفاك من تمثيل رينيه زيغلر بدور مؤلفة وكاتبة لأكثر الكتب مبيعاً اللي يتكلم عن عيوب الحب. يعرض آرائها الكثير من الصحفيين، منهم الصحفي والكاتب كاتشر بلوك من تمثيل يوان ماغراغر، بالتالي قرر فضحها بشكل علني على أنها محتالة. فيلم ممتع مرح ومليان بخيارات الأزياء الرائعة، تصاميم الست والديكورات المميزة، وطبعا الممثلين الموهوبين. تم تصميم أزياء الفيلم من قبل مصمم منسق الأزياء دانيال أورلاندي. تكلمنا عن إحدى إطلالات رينيه بفيديو أجمل الفساتين باللون البنفسجي. إذا ما شفت الفيديو لسه ممتع جدا وأنصحكم تتابعونه في العلامة الظاهرة لكم فوق. 3. فيلم فاني جيرل سنة 1986. يعتبر فيلم فاني جيرل من الأفلام المفضلة عند الكثير، بحيث يجمع بين الأزياء المسرحية المميزة وبين التمثيل والرقص الاستعراضي. يحكي الفيلم قصة فاني برايس من تمثيل الممثلة الموهوبة باربرا سترايساند، تفاصيل حياتها كممثلة كوميدية وفنانة في أوائل القرن العشرين، رحلة صعودها للشهرة، مسيرتها الفنية، حياتها الشخصية، وعلاقتها مع رجل الأعمال نيك أرنستاين من تمثيل الممثل المصري عمر الشريف. بما أن الفيلم من الأفلام الغنائية الاستعراضية، أكيد بتكون الأزياء فيه مميزة وفريدة من نوعها، خاصة إطلالات باربرا سترايساند. تم تصميم أزياء الفيلم المميزة من قبل مصممة ومنسقة الأزياء الشهيرة آيرين شرف. تنوعت الإطلالات بروح الستينيات الجميلة، من إطلالات الزي المدرسي البسيطة في بداية الفيلم إلى الفساتين الطويلة بتصميم التنورة الضيقة اللي تعرف باسم الهوبل سكيرت، الجاكيتات والفساتين بالألوان الزاهية، القبعات الكبيرة، الفساتين المطرزة بالخرز والكريستال، الطبعات الجريئة والملونة. 4. فيلم هاوس اوف جوتشي سنة 2021. الفيلم بتصنيف الدراما من بطولة الباتشينو، ليدي غاغا وآدم درايفر. يحكي قصة باتريسيا ريجاني اللي عاشت في بيئة متواضعة، وتأخذها الأحداث أنها تتزوج من عائلة غوتشي. يتزايد طموحها لكشف إرث العائلة، واللي يبدأ دوامة من الخيانة، الانتقام والقتل. قد لا يعتبر البعض الفيلم من أفلام الأزياء،
لكن ارتباطه بقصة عائلة غوتشي يخليه ضروري إضافته لهذه القائمة. تم تصميم أزياء الفيلم من قبل مصممة منسقة الأزياء جان تي ييتس. في الفيلم نقدر نشوف تطور ستايل وتصاميم غوتشي خلال السنوات. في السبعينيات كانت تصاميم غوتشي محافظة ورسمية أكثر. في الثمانينات لاحظ التركيز على الإكسسوارات الكبيرة المتعددة بشكل مبالغ فيه نوعا ما، واللي حققته مصممة الأزياء عن طريق استخدام إكسسوارات فينتج من غوتشي. المثير للاهتمام أن زوجة الحفيد موريتسيو غوتشي اللي تمثل دورها ليدي غاغا كانت نادر ما تلبس من غوتشي، وكانت تلبس أكثر من ييف سان لوران، ديور، وباستثناء الحقائب طبعا والأحزمة والإكسسوارات اللي كانت تلبسها من غوتشي. 5. فيلم ماهوغاني سنة 1975. الأغلب يعرف ديانا روس كمغنية، لكن اللي البعض ما يعرفها أنها أيضا ممثلة موهوبة. في فيلم ماهوغاني سنة 1975 تلعب دور تريسي تشامبرز، طالبة من البشرة السوداء من عائلة متواضعة من أحياء شيكاغو الفقيرة، تكافح لتحمل تكاليف الدراسة في كلية تصميم الأزياء. يحكي الفيلم قصة رحلتها من مصممة أزياء طموحة في روما والتحديات اللي تواجهها حتى وصولها إلى النجومية العالمية. تصميم الأزياء للفيلم كان من قبل الممثلة ديانا روس نفسها، وظهرت بإطلالات كثيرة مميزة، منها الفستان بلون الخوخ بالأكمام الكبيرة وتطريز التنين المميز، وطبعا الفستان البنفسجي بتصميم درابيه مع قبعة مماثلة وشال الفرو بنفس اللون. لاقت تصاميمها نجاح وإقبال في صالونات المجتمع الراقي في روما في فترة السبعينيات. برأيي الشخصي أشوف أن هذا الفيلم من أهم أفلام الأزياء اللي تحكي قصص مصممين الأزياء والتحديات اللي تواجههم حتى لو كانت غير واقعية تماما، وطبعا مشهد الأزياء وجمالياتها في فترة السبعينيات. 6. فيلم ماري أنتونيت سنة 2006. فيلم ماري أنتونيت يعتبر من أكثر الأفلام المفضلة عند محبين الفاشن والموضة، واللي يرجع لتصاميم الأزياء الرائعة والمتقنة اللي تم تصميمها من قبل مصممة الأزياء الموهوبة ميلينا كانوريرو، اللي فازت بجائزة الأوسكار لعام 2007 لأفضل إنجاز في تصميم الأزياء بفضل عملها في الفيلم. ومن أشهر الأفلام اللي صممت أزياءها كان فيلم The Grand Budapest Hotel وفيلم Asteroid City. تم تصميم الأزياء باقتباس من أزياء ملكة فرنسا ماري أنطوانيت طبعا، لكن بنظرة ولمسة خيالية تشد المشاهد أكثر من خلال تصوير حياة ماري أنطوانيت والأزياء الراقية في القرن ال18 بلوحة ألوان الباستيل الجميلة، بحيث تعتبر ماري أنطوانيت واحدة من أكثر أيقونات الأناقة الخالدة في التاريخ. أزياء الفيلم فيها تفاصيل كثيرة، لو تكلمنا هنا ما راح نخلص. إذا حابين نتكلم عن أزياء الفيلم في فيديو منفصل اكتبوا لي تحت في التعليقات وأبشروا بالفيديو. 7. فيلم بريكفاست ات تيفاني سنة 1961. في واحد من أشهر أفلام الأزياء في تاريخ السينما تلعب أودري هابرن دور هولي جولايتلي، شخصية اجتماعية جريئة فوضوية وغريبة الأطوار نوعا ما، اللي كان هدفها الزواج من رجل ثري أثناء فترة سكنها في نيويورك. خلال أحداث أنشطة هولي اليومية الاجتماعية ينتقل بول فارجاك من تمثيل جورج بيبرد إلى مبنى سكنها بحيث يحاول ينشر كتاباته بعد سنوات من التحديات. طبعا التركيز الأكبر كان على أزياء أودري في الفيلم، من تصميم هابرت جيفانشي وبولين ترايجر وأديث هيد، والمجوهرات من قبل جون جوزيف. إطلالتها في الفيلم صارت من أشهر الأزياء في السينما. مين ما يعرف فستان أودري الأسود الأيقوني مع المجوهرات واللؤلؤ والنظارة الشمسية. تنوعت الإطلالات في الفيلم بأزياء الستينيات الجميلة، طغى عليها فساتين السهرة المميزة، القبعات الكبيرة الأنيقة، المجوهرات واللؤلؤ، الشالات أو أوشحة الرأس، وطبعا الجاكيتات الأنيقة. تكلمت بالتفصيل عن أزياء أودري هابن في الفيلم وعلاقتها مع المصمم الشهير هابرت جيفانشي في الفيديو الظاهر لكم فوق. 8. فيلم The Dressmaker سنة 2015. يحكي الفيلم قصة ميرتل دانج من تمثيل كيت وينسلت، اللي ترجع إلى مسقط رأسها في ريف أستراليا سنة 1926 بعد ما ألقي عليها اللوم في وفاة زميلها في الفصل لما كانت بعمر 10 سنوات. تعود ميرتل بعد 25 سنة ومعها ماكينة الخياطة، وتبهر الجميع بتصاميمها وخياطتها المتقنة، وتحاول توصل فكرة للناس، وهي أن الفساتين والأزياء بشكل عام ممكن تكون أكثر من مجرد ملابس. في نفس وقت تصميمها وخياطتها قطع وفساتين فاخرة لنساء القرية، تقرر الانتقام من الأشخاص اللي ظلموها من سنوات. تنوعت الأزياء في الفيلم من تصميم ماريون بويس ومارغو ويلسون، من الفستان الأحمر مع القفازات اللي أبهرت فيه الجميع في أول لقاء في القرية، إلى فساتين الميدي الجميلة، البدلات الأنيقة مع القبعات، والفساتين الطويلة المميزة. من الأفلام اللي أحسها متعة بصرية للي يحب التصميم، الخياطة والأزياء بشكل عام، سواء من ناحية جمال التصاميم في فترة العشرينيات أو الأقمشة المميزة اللي استخدموها، وحتى طريقة تنسيق الملابس مع الديكورات والست الخيالية.
9. فيلم هاي سوسايتي سنة 1956. يحكي الفيلم قصة سيدة المجتمع تريسي لورد من تمثيل الممثلة الأنيقة غريس كيلي، وأحداث اقتراب زواجها من زوجها السابق لمن يحاول مراسل متعاطف معها أنه يقنعها بأنها لا تزال تحبه فعلا خلال 48 ساعة. طبعا أفلام غريس كيلي دائما رائعة، ودائما ما تجسد غريس الجمال الكلاسيكي الراقي. في هذا الفيلم ظهرت بأكثر إطلالاتها المميزة خلال مسيرتها الفنية، من تصميم مصممة الأزياء الشهيرة هيلين روز، اللي أيضا صممت لها فستان زواجها من أمير موناكو في نفس السنة. تميزت إطلالات الفيلم بتصاميم الكلاسيكية الراقية اللي تمثل جماليات الأزياء والموضة في فترة الخمسينيات، من البناطيل الرسمية مع القمصان بستايل مرتب وأنيق، والفساتين الميدي الواسعة اللطيفة، فساتين التفاصيل الدقيقة والتطريزات المتقنة، وفساتين الشيفون والدرابيه الحالمة. من أكثر الأفلام اللي تستحق المشاهدة خاصة لمحبين الموضة والفاشن. 10. فيلم مسز هاريس Goes to Paris سنة 2022. تدور أحداث الفيلم في فترة الخمسينيات في لندن. تعيش إيدا هاريس من تمثيل لازلي مانفيل كعاملة تنظيف في لندن، بعيدا عن مشهد الأزياء ومنصات العرض اللي تحلم فيها. تقع في حب فستان ديور تمتلكه سيدة غنية، وتقرر في هذه اللحظة أنها تحصل على فستان خاص فيها. تحاول تجمع تكلفة الفستان لتحقيق حلمها، وتنطلق في مغامرة إلى باريس، وتحاول حضور عرض ديور بمناسبة الذكرى السنوية 10 في فرنسا، اللي ما راح يغير وجهة نظرها فقط، لكن بيغير أيضا مستقبل دار ديور. طبعا القطع اللي تم عرضها في المجموعة من تصميم دار كريستيان ديور، وأغلبها قطع من الأرشيف بما أن أحداث الفيلم في الخمسينيات، لكن أزياء الشخصيات نفسها تم تصميمها من قبل مصممة ومنسقة الأزياء جيني بيفن. الفيلم يعتبر جديد كإنتاج في سنة 2022، لكن طريقة إنتاجه تبين وكأنه من الأفلام القديمة، واللي صراحة أعجبني جدا. وحبيت استعراض القطع الفينتج من ديور، وحبيت رسالة الفيلم أن ضروري الإنسان يسعى وما يتخلى عن أحلامه وأهدافه حتى لو كانت بعيدة أو شبه مستحيلة بالنسبة له. 11. فيلم Last Night in Soho سنة 2021. الفيلم بتصنيف أفلام الجريمة، الدراما، الرعب والخارق للطبيعة، في إطار حبكة غريبة تطمس الخطوط الفاصلة بين الماضي والحاضر، الواقع والهلوسة، والعالم الحقيقي وعالم الأحلام. تتمكن إلويز مصممة الأزياء الطموحة من تمثيل توماسون ماكنزي من دخول فترة ستينيات القرن العشرين، بحيث تلتقي بمغنية مبهرة باسم ساندي من تمثيل آنيا تايلور، في مشاهد تبين التناقض ما بين العالم الساحر بالحفلات والأزياء البراقة وما بين الفترة المظلمة من العشرينيات. الفيلم يستعرض الأزياء بجماليات الستينيات المميزة من تصميم مصممة ومنسقة الأزياء أوديل ميرو، اللي تتجسد في تسريحات الشعر المرفوعة بشكل جزئي، الفساتين مع ربطات الشعر المتماثلة، الفساتين القصيرة الواسعة، الطبعات الملونة، وفساتين الدانتيل. 12. فيلم The Philadelphia Story سنة 1940. يحكي الفيلم قصة سيدة المجتمع تريسي لورد من تمثيل كاثرين هابون، شخصية متغطرسة متقلبة وحنونة وضعيفة في نفس الوقت. كانت تتأرجح بين علاقتها بزوجها السابق كاري جرانت ومراسل المجتمع جيمي ستوارت، وتحاول تتعلم أكثر عن نفسها. تعاونت الممثلة مع مصمم الأزياء أدريان غرينبرغ لخلق إطلالات تجمع بين التصاميم الأنثوية والتصاميم المستوحاة من الموضة الرجالية في هذيك الفترة. تنوعت الإطلالات بشكل يجسد جماليات موضة فترة الأربعينيات، ما بين الفساتين الراقية، البدلات بالجاكيتات المستوحاة من الملابس الرجالية، البناطيل الرسمية والقمصان، وفساتين وتنانير الطبقات المميزة. ساعدت الإطلالات في الفيلم، خاصة إطلالات وأناقة الشخصية الرئيسية كاثرين، في تحديد أسلوب أمريكي مبدع وأكثر عملية وتميز مقارنة بالأعمال الأوروبية. 13. فيلم Pretty in Pink سنة 1986. يحكي الفيلم قصة أندي من تمثيل مولي رينغولد، طالبة منبوذة في مدرستها الثانوية بشيكاغو. تأخذها الأحداث أنها تضطر للاختيار ما بين صديق طفولتها أو شاب ثري غير جاد. صراحة بالنسبة لي فترة أزياء الثمانينات مو من الفترات المفضلة عندي، لكن ما ننكر أن أزياء الشخصية الرئيسية أندي في الفيلم مميزة وأيقونية، خاصة فستانها الوردي اللي خيطتها بمساعدة صديقتها للحفلة، وتكلمنا عنه أكثر في الفيديو الظاهر لكم فوق. تم تصميم أزياء الفيلم من قبل مصممة ومنسقة الأزياء مارلين فانس. يعتبر أسلوب أندي انتقائي، وستايلها أنثوي جدا من ناحية استخدام طبعات الورود بشكل مبالغ فيه، الأقمشة الرقيقة مثل الدانتيل، الشيفون والستان، استخدام البروشات والإكسسوارات الكبيرة نوعا ما، السترات الصوفية العتيقة والقبعات.
لكن بلمسة ذكورية حادة من خلال استخدام الجاكيتات والأكتاف العريضة، القطع الواسعة وقطع الجاليه بأقمشة وتصاميم مختلفة. وفي الختام اكتبوا لي تحت في التعليقات أي فيلم تحمستوا تشوفونه. إذا استمتعتوا في الفيديو لا تنسون تسوون لايك، وشكرا على المشاهدة، ولا تنسون الاشتراك وشغلوا جرس الإشعارات حتى يفوتكم المزيد من مقاطع الفاشن.